أهلا بيكم طلبة الشهادة الإعدادية. النهاردة هنكمل مع بعض حل امتحانات المحافظات. معانا النهاردة محافظة الجيزة لامتحان يناير 2023. أول سؤال عندنا في الجغرافيا بيقول: أمامك خريطة صماء لقارتي أمريكا الشمالية والجنوبية، اكتب ما تدل عليه الأرقام على الخريطة بكراسة الإجابات. رقم واحد الخليج نقط، ودوت كاتب لي هنا بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، ده خليج المكسيك. اتنين مصب نهر الأورونيكو، طبعا المحيط الأطلنطي. تلاتة جبال نقط ومشاور لي في أمريكا الشمالية هنا، دي جبال روكي. أربعة حدد الإقليم المناخي للمنطقة المعتدلة في القارتين، وهنا مشاور لي على شرق أمريكا الشمالية، دي الإقليم الصيني. رقم ب بيقول: اختار الإجابة الصحيحة من بين القوسين. تعد أهم جزر قارة أفريقيا جزيرة، طبعا مدغشقر. اتنين نستطيع مشاهدة جبال طروس إذا زرت دولة تركيا. تلاتة تنمو في الإقليم المناخي المعتدل البارد أشجار، طبعا الصنوبر. أربعة ينتمي الأقزام إلى السلالة، طبعا الزنجية. آه، رقم ج انقل الجدول التالي لكراسة إجاباتك ثم أكمل الفراغات. رقم واحد كاتب لي هنا المنطقة، هو عاوز اسم المنطقة بس كاتب لي هنا القارة آسيا، وإن هي أكثر مناطق العالم ازدحاما بالسكان يعني، والتربة فيها خصبة، طبعا دي هتبقى جزيرة جاو. رقم اتنين مديني المنطقة اللي هي فنلندا، وبيقول لي موجودة في أنهي قارة ويقل في عدد السكان والسبب إيه. طبعا فنلندا دي موجودة في قارة أوروبا، ويقل فيها السكان بسبب شدة البرودة. المنطقة الثالثة كاتبها لي هنا سيدني، وموجودة في قارة استراليا، ومدى التركز السكاني طبعا يتركز بها السكان، وتقع في السواحل الشرقية للقارة. السؤال الثاني صوب ما تحته خط. تتميز قارة أوروبا باستقامة سواحلها، هنشيل كلمة استقامة وهنكتب كلمة تعرض. اتنين يفصل قارة أستراليا عن جزر أندونيسيا بحر المرجان، هنشيل كلمة المرجان وهنكتب مكانها أرافورا. تلاتة يمتد بحر الرمال العظيم بين دولتي مصر والسودان، طبعا هنشيل السودان وهنكتب ليبيا. أربعة يرجع انتشار الإنسان في قارات العالم القديم إلى أواخر عصر الميوسين، طبعا هنشيل الميوسين وهنكتب البلايستوسين. بما تفسر تعرف هضبة التبت بسقف العالم، هقول لارتفاعها عن قمم الجبال وإنها أعلى هضاب العالم. اتنين قلة أهمية نهر أوب ينسي ولينا في فصل الشتاء، لأن في فصل الشتاء تتجمد هذه الأنهار فتقل أهميتها الاقتصادية. تلاتة تعتبر حشائش السفن حديقة حيوان طبيعية، هقول لأنها تعيش بها حيوانات آكلة اللحوم مثل الأسود والفهود، وحيوانات آكلة العشب زي الغزال والزراف. جيم تختلف الخصائص الاقتصادية لسكان العالم وفقا لتنوع الأنشطة التي يقوم بها السكان في كل دولة. في ضوء العبارة صنف الدول الآتية من حيث آه، الدخل: المكسيك طبعا فوق المتوسط، والكونغو طبعا منخفض. قارن بين قوة العمل في الدول المتقدمة والدول الميسرة من حيث النشاط الاقتصادي. هقول إن الدول المتقدمة يعمل معظم سكانها بنشاط الصناعة فيزيد الدخل القومي بها، سوري. والدول النامية يعمل معظم سكانها بالنشاط الزراعي فينخفض الدخل القومي به. بعد كده عندنا سؤال رقم ثلاثة اللي هو التاريخ. اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية: تجنب السلطان سليم الأول الصدام معهم لتفوقهم حضاريا وعسكريا، طبعا دي الدول الأوروبية. رقم اتنين اتفاقية عقدت بين الفرنسيين والعثمانيين عام 1800 ورفضتها الحكومة البريطانية، طبعا دي اتفاقية العريش. قام محمد علي بإنشاء على النيل لتحسين طرق الري، عندنا القناطر الخيرية، تمام، وترعة المحمودية يعني، بس هنكتب هنا القناطر الخيرية. أربعة أغلقت في عهده معظم المدارس ومعظم المصانع وتم تخفيض عدد الجيش، طبعا ده عباس باشا الأول. قام الخديوي إسماعيل بتوجيه الحملات إليها لمنع تجارة الرقيق، طبعا دي الأقاليم الاستوائية. رقم ب بيقول لنا أيد بالأدلة
صحة العبارات الآتية: تطلع البكوات المماليك للانفراد بحكم مصر عام 1768. هقول له حيث ألف حيث استقل علي بيك الكبير وحكم مصر وصار الحاكم الفعلي لها 1768. رقم ب أخضع الحجاز لنفوذه. ورقم ج أرسل نائبه محمد بيك أبو الدهب لغزو الشام، لكنه انحاز للسلطان العثماني وفشلت حركة علي بيك الكبير. رقم اتنين دلل ازدهار النقل والمواصلات في عهد محمد علي. هقول له حيث قام ألف تمهيد الطرق البرية والبحرية، ب بناء أسطول بحري في البحرين الأحمر والمتوسط، تلاتة أو جيم حفر الترع واهتم بالموانئ المصرية وتطهير البحر الأحمر من القراصنة. رقم اتنين فرض الاحتلال البريطاني لمصر سياسة اقتصادية تخدم مصالحه، أو له حيث قام بالتوسع في زراعة القطن لتوفير المادة الخام اللازمة للمصانع البريطانية، تمام، ومحاربة الصناعة المصرية بتسويق المنتجات البريطانية والأجنبية في السوق المصري. جيم بيقول أمامك صورة لشخصية وطنية، وضح ما يلي: اسم صاحب الصورة. اتنين حادثة قام باستغلالها 1906 للتنديد بالاحتلال البريطاني. طبعا أول ما يقول لي هنا حادثة 1906 يبقى صاحب الصورة هنا مصطفى كامل. الحادثة اللي هو استغلها للتنديد بالاحتلال البريطاني هي حادثة دين شواي. رقم 4 بيقول صح أم خطأ. ألف تعرضت دولة المماليك لتدهور اقتصادي نتيجة اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح 1498. الإجابة صح. اتنين نجحت قوات الحملة الفرنسية على مصر في إخضاع أهل الصعيد لها. الإجابة خطأ. تلاتة اجتمع زعماء الشعب بدار المحكمة وقرروا عزل رياض باشا 1805. الإجابة خطأ، هم قرروا عزل عثمان قصدي خورشيد باشا، سوري خورشيد باشا. أربعة جاءت شروط عقد الامتياز الثاني لحفر قناة السويس مجحفة لمصر والمصريين. الإجابة صح. خمسة أنشأت المحاكم المختلطة بهدف الحد من مساوئ المحاكم القنصلية. الإجابة صح. ب بيقول أمام خريطة لسير القوات البريطانية على مصر 1882 وضح ما يلي: مدينة انسحب إليها العربيين وقاموا فيها الاستحكامات لمواجهة الجيش البريطاني. طبعا دي مدينة كفر الدوار. المعركة التي شهدت بطولات مصرية خالدة، طبعا التل الكبير. جيم استمر المصريون في مواجهة الاحتلال البريطاني والكفاح من أجل الاستقلال في ضوء العبارة أجب عما يأتي. ما المقصود بالحامية البريطانية؟ كلمة حامية بريطانية معناها خضوع مصر المطلق للاحتلال البريطاني. رقم 2 ما العلاقة بين نتائج معاهدة 1936 ومؤتمر مونتيرو 1937؟ هقول له من نتائج معاهدة 1936 إلغاء الامتيازات الأجنبية بعقد مؤتمر مونتيرو 1937. 3 الأثر الناتج عن رفض جنود الشرطة المصرية التسليم لقوات الاحتلال البريطاني في 15 يناير 1952. هقول أدى ذلك إلى الصدام بين قوات الاحتلال وعناصر الشرطة يوم 25 يناير 1952، واستشهد الكثير من المصريين وتطورت الأحداث، وفي اليوم التالي وقع حريق القاهرة، وكان ذلك بداية لنهاية النظام الملكي في مصر. تمام كده؟ والاحتفال بيوم 25 يناير كعيد للشرطة كل عام. وبكده يا جماعة يكون حلينا مع بعض امتحان محافظة الجيزة يناير 2023. بالتوفيق للجميع، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لك حل امتحانات يناير 2023 الجديدة إن شاء الله. السلام عليكم.